أهلا بيكم في قناة أسرار المشاهير. في حد في حياتها؟ تعرف شي؟ انه انا في شخص بحياتي كل العالم بتعرفه. هيدا الشخص انا بحبه من 2021، واول مرة حبيته فيها صرت ابكي وقول بس بدي اياه، لدرجة لما مرضت وشربوني مخدرات بالكاسة شربوني، فقدت عقلاتي وصرت امشي بالشوارع قد ما كنت احبه هالوسط فيه، من حبي له هالوسط فيه. تخيل صار معي انفصام شخصية وهالوسع، مرضت، والمرض لازم العالم ما تتمسخر عليه. انا معي مرض باي بولر، وبسبب انه شربوني مخدرات مع الدواء تعاكسوا ببعض وفقدت عقلي، لدرجة صرت اشوف الانبياء وصرت اشوف الله وصرت اشوف اهلي عم يحترقوا قدامي وامشي بالشوارع بحس حالي حامل، وشي جواتي يحكي معي يقول لي اعملي هيك وساوي هيك وامشي على الازاز. ومرة رحت على البحر على اساس انه الله عم بيقولوا لي اذا بتحبي الله روحي انتحري، فتت عم يعني لهون وصل المي، دق والعالم كلها تصرخ، اجت الشرطة طلعتني، يعني شفت الموت انا. بس انا بدي اقول لك شيء، لو بصير عندي 100 ولد لو بصير عندي، لو بتجوز 100 رجال، انا حب ادهم بحياتي ما بنساه لو بدي موت. واذا ادهم بهي الدنيا ما كان الي، وانا بعرفه بهي الدنيا ما حيكون الي، فبالاخرة اكيد رح اخده. طب انجي، انت حكيتي عن حاجات حصلت معاكي، هل انت ندمانة عن الحاجات اللي حصلت اللي انت عملتيها؟ مش بايدي اللي حصل معي، مش بايدي. انا كنت عايشة حياة طبيعية والحمد لله كان ماشي وضعي وكنت بشتغل وكل شيء. فجأة انا شخص شربني مخدرات بالكاسة، خيرت كذا نوعية معه، وانا باخد دواء اعصاب ومعي مرض باي بولر هو ثنائي القطب، وفقدت عقلي. يعني جنيت انا، يعني بتعرف شو انت تفقد عقلك تجن؟ يعني يا ريت سرطان، يا ريت 100 مرض ولا هالمرض، لانه انا عن جد شفت الموت. دموعي والله انه ما بقى بينزلوا قد ما نشفوا، دموعي ما بقى بينزلوا قد ما نشفوا. فيديو جديد من فيديوهات إنجي خوري اللي دايما مثيرة بآرائها وبلبسها وفيديوهاتها وأخبارها وحكاياتها ورواياتها وحواراتها. ليها حوارات كتير طبعا إنجي خوري، وعارفين إن هي حاليا في ماليزيا، البلد اللي هي اختارتها تعيش فيها أكتر من أي وقت تاني. عاشت شوية في العراق، عاشت شوية في دبي، عاشت شوية في تركيا، بلاد كتير، وراحت ألمانيا كمان، ولكن بتحب ماليزيا، فهي حاليا في ماليزيا. النهاردة عاملة لقاء كده صغير مع حد مصري صديق ليها، بقى صحفي مش عارف، بس هي واخدة راحتها يعني، وقاعدة بالبيجامة ومستضيفاه في بيتها. اللقاءات الصحفية حاليا بقت لها أشكال مختلفة، فهي دلوقتي إنجي خوري بتعبر عن اللقاء الصحفي اللي ممكن يكون شكله يعني العصري، يعني الشكل العصري للقاءات الصحفية اللي ممكن تبقى في البيت وبالبيجامة. أنطونيو مشي، ففي واحد مصري تاني وصحفي. المهم الصحفي ده سألها عن حبها، فقالت حبي الوحيد هو كان من 2021، وهو أدهم طبعا نابلسي الفنان الأردني المعتزل، اللي قالت كتير عليه وحكت كتير ان هي بتحبه، وحكت ان هي عاشت عمرها كله تحبه، ولو حتى مش هتحبه او مش هتتجوزه يعني في الدنيا، هتتجوزه في الآخرة. فهي كانت فترة بقى بتتكلم ان هي حامل منه، وان هو بس اتجوزني، وان هو لينا ابن اسمه محمد. لو تفتكروا بقى حكايات إنجي خوري لو الناس بتتابع يعني، فكان في حوارات كده عن حمل إنجي خوري، وعن انها كمان هيبقى ليها ابن اسمه محمد.
حاجات غريبة وحكايات غريبة لإنجي النهاردة، بتتكلم على إنها شربوها حاجات كده فقدتها الوعي، ولما فقدت الوعي بقت بتردد اسمه وبقت بتمشي كده مجنونة باسمه يعني اللي هو أدهم. وكمان بتقول أنا أوقات كنت بروح على البحر كده بلاقي حاجة بتشدني أروح على البحر، يعني اللي هو حاجة مش إرادية عشان العلاج اللي انا باخده اللي انا مريضة مش عارف بايه. فكلها حكايات غريبة ومش عارف بقى ده صح ولا ايه. انتوا اكتبوا لي في الكومنتات لو انتم مصدقين اللي بتقولوا انجي ولا مش مصدقينه. حابب دايما اطلعكم على الجديد بالنسبة لانجي، لان في ناس كتير بتسأل عن انجي خوري وحكاياتها واللي بيحصل ليها واخر اخبارها ايه. لو لسه متابعين وحابين انجي خوري اكتبوا لي برضه في الكومنتات، ولو لسه ما اشتركتش يا ريت تشرفني بالاشتراك وتفعيل زر الجرس عشان الجاي ان شاء الله اجمل واحلى واجمد كمان كتير. اشوفكم دايما بخير اعزائي، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.